الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، بنت حليمة السعدية، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أنا أختك، والنبي ما رآها من ذلك اليوم. قال: ما يدريني أنك أختي، ولكن إن كنت أنت أختي فقد تركت فيك آثارا لا ينسى، أنا لي علامة بأختي. قالت: نعم يا رسول الله. وكشفت عن عضدها، كانت يوم تحضن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرضع، فعضها رسول الله في عضدها حتى دخلت أسنان النبي في عضدها وما زالت بائنة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك العلامة فرش لها رداءه، وجاء زهير بن صرد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها الدرر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر، إنا لنشكر آلاء وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في قصة طويلة. ما كان هذا ليحصل، أن تأتي ثقيف وهوازن يستجدون العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يسلك طريق الجهاد، فالجهاد عز لأصحابه في الدنيا والآخرة، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوه. وأعظم ثمرة من ثمار الجهاد غير ما يراه المجاهدون في الدنيا أنهم يأمنون يوم الفزع الأكبر. يا رب سلم سلم واجعلنا منهم يا الله. روى سعد الحمصي